قصتنا عن المغنية الأمريكية مجتهدة حققت في فترة صغيرة شهرة كبيرة على منصة اليوتيوب، وخصوصا بعد مشاركتها في برنامج ذا فويس اللي حققت فيه شهرة أكتر. بدأت تشق طريقها نحو العالمية بسرعة، لكن للأسف ما استمرش كتير بعد ظهور مجهول من بين محبينها في أحد حفلاتها لتنتهي حياتها بطريقة مأساوية. يلا بينا نعرف بطلة قصتنا، لذلك فتابعونا. بس الأول ما تنسوش اللايكس والشير، ولو أول مرة متابع لقناتي ما تنساش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس ليوصلك كل حكاية جديدة. اتولدت كريستيانا جيرمي 14 مارس 1994 من أسرة مسيحية في إحدى الولايات الأمريكية. كان والدها بيعمل في شركة اتصالات، ووالدتها عملت موظفة في حي استقبال لحد ما مرضت بسرطان الثدي اتوقفت عن شغلها. كان عندها أخ أكبر اسمه ماركوس. كانت شغوفة جدا بالغناء في سن مبكر. عملت قناة على اليوتيوب خاصة بها وكان عمرها 15 سنة. كانت بتعيد أغاني مشهورة وكان صوتها مميز جدا وموهوبة في الغناء. اتعجبوا المشتركين بقناتها. في خلال بس 4 سنوات حققت أكتر من 2 مليون متابع لها على القناة. ده كمان حققت نجاح كبير وشهرة أكتر بعد مشاركتها البرنامج ذا فويس في 2014. بالرغم منها نجحت وحصلت على المركز الثاني، إلا إنها وقعت عقد مع شركة للتسجيلات الصوتية وتوقفت مع عقد مع شركة ذا فويس. في مرور سنوات اشتهرت أكتر وكانت بتحيي حفلات خاصة بها. بالرغم من سنها الصغير بدأت تدخل للعالمية وحصلت على العديد من الجوائز. في 10 من يونيو 2016 كانت كريستينا بتقيم حفلة في مدينة لورندو. طلبت من المتابعين والمعجبين بيها على السوشيال ميديا إن هم يحضروا الحفلة، بس للأسف ما كانتش تعرف يا عيني إن حياتها هتنتهي في عز شبابها، وإن القدر مخبي ليها إن دي تكون آخر حفلة تحييها. بدأت كريستينا الحفلة بالغناء وقعدت تغني لساعات طويلة لحد ما خلصت حفلتها الساعة 10 بالليل، وفضلت في نفس المكان توقع على المعجبين وتتصور معاهم لحد ما تقدم شخص نحوها أظهر إنه من أشد المعجبين بيها وقام بمعانقتها. والمسكينة بالمقابل أرادت إن هي تبادله نفس الحب والاحترام، وهي كمان قامت بمعانقته. لكن بس للأسف كان الشخص مسلح وخرج مسدس وأطلق عليها 5 رصاصات، ووقعت كريستينا على الأرض غارقة في دمها. هرب القاتل مسرعا وبدأت الناس يهربوا من كل مكان، لكن أخو كريستينا كان قريب جدا منها. جرى ورا القاتل لحد ما مسكه. قام القاتل أطلق على نفسه النار وانتحر هو كمان. أخدوا كريستينا على المستشفى وكانت غرقانة في دمها وخصوصا في الدماغ. بالمختصر كانت مستحيل إن هي تعيش. في اليوم التاني أعلنوا عن خبر وفاتها. حسب تقرير الطب الشرعي إن كريستينا أصيبت برصاصتين في الدماغ ورصاصتين في الصدر. وبعد بحث طويل اتوصلت الشرطة لمعرفة حقيقة القاتل. هو اسمه كيفن وعمره 26 سنة. كيفن ما كانش بيعيش في نفس المدينة اللي بتقيم فيها الحفلة، ده كان بيعيش في مدينة تانية بعيدة بتبلغ ساعتين عن مدينة الحفلة. استأجر عربية وسافر طريق طويل مدته ساعتين عشان بس يقتلها. لما الشرطة فتشت شنطته بعد الجريمة لقت انه كان مسلح وكان معاه ادوات حادة وسكينة كبيرة ومسدس وذخيرة. بس العيب الاول اللي ادى لمقتل كريستينا ان الامن ما قامش بالتفتيش الناس قبل دخول الحفلة، عشان كده دخلوا الحفلة وكان مسلح. عائلة كيفي ما كانتش تعرف اي حاجة عن مخططاته او حتى انه رايح يحضر حفلة لكريستينا او انه معجب بيها او انه كان بيتابعها حتى من ايام برنامج ذا فويس. وكان غريب جدا برضو لعائلة كريستينا انها اخبرت الشرطة ان كريستينا بنتهم ما كانتش بتتعرض لاي اذى او لاي مضايقة، وكانت بالعكس محبوبة من معجبيها وكانت بتعامل معجبينها بالود واللطف، وانها ما كانتش تعرف اي حاجة عن القاتل. بعد بحث طويل من الشرطة اكتشفوا ان كيفن ده مريض نفسي وليه سوابق في الجرائم. وبعض الناس اللي كانوا موجودين في الحفلة اخبروا الشرطة انه كان عصبي وشكله مخيف. خلال حفلات الغناء الموسيقية اللي حدث العديد من المشاكل وخصوصا مع المشاهير الاجانب زي مثلا شاكيرا. بس على الاقل بتلاقي حواليهم اكتر من 5-6 اشخاص حراس لحمايتهم.
لكن كريستينا كانت لسه في بداية مشوارها الفني، ما كانتش وصلت لمرحلة الثراء يعني والغناء عشان تستأجر حراس لحمايتها. وفي النهاية محدش دافع عنها في تلك الليلة سوى أخوها، أو حتى إنه حاول إن هو يمسك القاتل. ورحلت كريستينا عن عمر صغير 22 سنة. أهلها كان رفعوا قضية عن شركة اللي منظمة الحفلة، بس اترفضت من قبل الدعوة الحكم من القاضي، لتنتهي شهرة كريستينا بسرعة. وانتهت قصتنا اليوم معاكم، أسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.